صوت الصحافة، نبض الخبر. حمد الله يصدم الشباب بغياب جديد. أعلن نادي الشباب السعودي إصابة مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله قبل مباراة الفريق ضد أبها بدور 33 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم. ويعاني حمد الله من بداية محبطة على مستوى دوري روشن للمحترفين بعدما فشل في تسجيل أي أهداف خلال أول 3 مباريات، ليتوقف سعيه من أجل مطاردة عرش الهداف التاريخي لدور المحترفين الذي يحتله السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق والحزم الحالي. وأشار الشباب في بيان رسمي على إكس إلى أن الإصابة التي تعرض لها حمد الله في العضلة الخلفية، لافتاً إلى أن مدة التعافي غير محددة وأن موقفه سيتحدد في ضوء استجابته للعلاج. ولعب النجم المغربي 33 مباراة بقميص الشباب، سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى في إجمالي 2896 دقيقة مشاركة. صوت الصحافة، نبض الخبر.